السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني قوي. النهارده عملت سمك وعملت طاجن سبيت بطريقة جديدة حلوة جدا جدا، هتعجبكم قوي، مش هتبطلوا تعملوه اصلا. بص بصوا ده نص سبيت. اخدت الجوانب بتاعته واخدت الرجول، وبدأت ان انا اقطع السبيتة نفسها، اللحم بتاعها صوابع رفيعة خالص، علشان لما اجي اقليها تقرمش معايا وتبقى يعني من بره بتبقى مقرمشة ومن جوه بتبقى طرية، وهقولكوا بعملها ازاي. هعمل السبتين بنفس الطريقة، وزي ما قلتلكوا انا باخد الجوانب بتاعته وبركنها على جنب، وديت اللي انا هعمل بيها الطاجن هي والرجول. هجيب التانية اعملها بنفس الطريقة. بصوا انا باخد بقى الجوانب بتاعتها ازاي. هقطع كده الجوانب بالسكينة بالراحة علشان السبيتة نفسها ما تتهريش معايا. تمام. وبرضه هقطعها صوابع كده زي ما عملت التانية. هقطعها كده برضه صوابع، برضه رفيعة خالص زي ما انا قلتلكوا في اول واحدة. تمام. على فكرة انا اعرف ناس بيقلوا السبيت كده بحاله زي ما هو. لا غلط، لان هو كده بيفرقع في الآلية في الزيت، بيقعد يفرقع وممكن يحرقنا، ممكن ان هو وبيطرطش زيت كتير جدا لما بنقليه كده بحاله. انا كده قطعت السبتين خلاص. هجيب بقى اللي هو الجوانب اللي انا قلتلكوا عليها دي، هقطعها بقى ايه حتت صغيرة كده. ديت بقى اللي انا هعمل بيها الطاجن زي ما قلتلكوا. هبدأ ان انا اقطعها حتت صغيرة خالص وهقولكوا بقى بعد كده انا هعمل ايه. وطبعا الرجول، هفصل الرجول يعني كل رجل كده هفصلها عن التانية، والرجل اللي هي بتبقى طويلة قوي هقسمها على كذا حتة. برضو طريقة الطاجن ديت طريقة برضو جديدة حلوة قوي، نفس طريقة المحلات بالظبط، بالعكس بتبقى احلى منها كمان. بصوا انا هنا الرجول بقطعها على كذا حتة زي لان الرجول بتاعت السبيت بتبقى طويلة جدا. هبدأ بقى ان انا اقطع برضو الرجلين التانية كده. وطبعا بيبقى فيه الجزء اللي هو بيبقى في النص اللي هو ماسك السبيتة ده، اللي هو ماسك الرجول اصلا كلها. ده بيبقى جزء كبير برضو وبيبقى كله ملحم كده وحلو. اصلا بيبقى الطاجن مليان جدا، وفي ناس ما بتاكلش الرجول زي كده وزي جوزي، مش بناكل الرجول مقلية بتاعت السبيت. بدل ما اقليها وكده كده مش هتتاكل، فلا بعملها طاجن، بيبقى احلى يعني، وبيبقى ايه كذا حاجة جنب الاكل، يعني سبيت مقلي وسبيت طاجن وبعمل سمك، فكل ده طبعا بيدي للسفرة شكل وطعم حلو جدا. انا هنا بصوا بقى الرجول والجوانب عملوا حبة قد ايه، عملوا حبة كتير جدا. وعلى فكرة الطاجن كان مليان قوي، يعني الطاجن ما كانش فاضي. بصوا بقى الرجلين دي طولها قد ايه، فكان لازم ان انا افصلهم كلهم عن بعض واقطعها كذا حتة. بسم الله ما شاء الله، بصوا مطلعين معايا كمية كبيرة ازاي. هقول لكم بقى هعمل الطاجن ازاي. هجيب الاول طاسة، هحط فيها حبة زيت، هقطع فيها بصلاية حتت صغيرة، اللي هي مكعبات صغنونة خالص. تمام. البصلة طبعا بتدي للسبيت طعم تحفة. هبدأ ان انا اقطع البصلاية كده واسيبها بس تتشوح، اللي هي تدبل مش تتحمر، مش عايزاها متحمرة، انا عايزاها بس دبلانة، مش اكتر من كده. فهقوم جاية حطاها كده وابدأ ان انا اشوحها واقطعها واسيبها تدبل خالص. وبعد كده بقى ايه اقولكوا هعمل ايه. هنا ده كان معايا قرنين فلفل سبايسي، كنت مقطعهم حلقات صغيرة، هشوحهم برضو كده مع البصلاية. هنا البصلة بدأت ان هي تدبل معايا، عشان كده انا حطيت الفلفل. هنزل فيهم بالسبيت اللي هو اللي انا كنت مقطعاه حتت بتاع الطاجن، اللي هو الرجول والجوانب. وهقوم جاية مشوحاه فيها كويس جدا، وجايبة طماطماية وهقوم جاية حطاها عليها. وهجيب نص معلقة توم. هنا لقيت الطماطم شوية على السبيت فزودت واحدة كمان، يعني الكمية دي حطيت فيها طماطمتين وقرنين فلفل سبايسي ونص معلقة توم وعصير ليمونة. طبعا الليمونة بتودي ريحة السبيت وطعمه في حتة تانية، اصلا ريحته بتبقى طالعة جامد قوي. وديت كانت حطيت حوالي معلقة كبيرة من بتاعة من الصلصة الجاهزة، برضو عشان الصلصة الجاهزة بتقل الصوص بتاع السبيت كده وتديله طعم حلو. وهحط عليه طبعا الملح ومعلقة كمون صغيرة و... وهقوم جاية سايباه بقى ايه لحد ما يتسبك كده والصوص بتاعه ده يتقل.
وهقول لكم بقى هضيف عليه ايه هيخلي السبيت ده احسن من بتاع بره 100 مرة. اللي انا حطيته ده عودين كرفس على على بقدونس، يبقى ده كرفس وبقدونس. الكرفس والبقدونس اهم شيء في طاجن السبيت بجد، هيخلي طاجن السبيت ليه طعم تاني. انا هنا بعد ما حطيت الكرفس والبقدونس خدته فضيته في طاجن وهدخله الفرن على الشواية من فوق بس ياخد لون مش اكتر. وده هنا كان السبيت بتاعي اللي انا كنت مقطعاه صوابع. جبت بقى هنا دي خلطة السمك اللي هي عبارة عن فلفل وتوم وليمون وكمون وملح. دي خلطة السمك اللي انا بعملها. انا هنا ده الفلفل ده انا كنت عاملاه اصلا، عاملاه زي هريسة كده وحطاه في الفريزر، وهبدأ ان انا اعصر عليه الليمون وحطيت عليه الكمون والملح وبس. تمام. وحطيت عليه توم. هقوم جاية ابدأ ان انا اقلبه كده كويس واخد منه معلقة كده على السبيت اللي انا كنت مقطعاه صوابع اللي انا هقليه، وهركنه كده على جنب. وهجيب بقى هنا هعمل بقى الرز الصيادية، برضه هقولكوا على الرز الصيادية بطريقة حلوة قوي. هجيب بصلاية هبشرها، اهم حاجة تكون مبشورة، وهسيبها طبعا لحد ما تتحمر وهتاخد اللون اللي هو البني الغامق، واقوم جاية ايه حط عليها المية. هما تركتين في الرز عشان يطلعوا حلو قوي وزي بتاع المحلات الرز الصيادية. اول حاجة ان احنا هنبشر البصل، تاني حاجة هاخد نص معلقة صغيرة من الخلطة بتاعت السبيت اللي هي بتاعت الفلفل اللي انا حطيتها على السبيت وهحطها على الرز. دي برضه هتفرق قوي قوي في طعم الرز. بصوا انا هنا خلاص حطيتها نص معلقة كده صغيرة، طبعا مش بتخليه سبايسي خالص بس بتديله ريحة وطعم حلو قوي. جيت بقى هنا جبت الدقيق، هبدأ ان انا اعفر اتبل الاول السمك. ده سمك انا كنت جايباه ومنضفاه انا بنفسي في البيت، انا السمك بحب قوي انضفه في البيت. دي فتحات انا بفتحها في الظهر بحط فيها التتبيلة، طبعا بتخلي السمك يستوي كويس من جوه ما يبقاش طري كده ولا يبقى مهري، خلي السمك يطلع مقرمش كده من بره وطري كده، اللحم بتاعه طري وحلو كده من جوه. فلازم ان احنا اي نوع اي حجم سمك لازم ان احنا نديله فتحات من دي في الظهر. وكمان التتبيلة اللحم بتاع السمك من جوه كده بيشرب من التتبيلة كويس. هقوم جاية بقى مملحة السمك اللي معايا كله بنفس الطريقة ومحشية الفتحات اللي انا عاملاها، وهقوم جاية بعد كده معفراه بالدقيق وركناه. طبعا احنا كنا قبل الفطار كده بحوالي ساعة، وخلصت قبل الفطار بكتير جدا، يعني هو الأذان بيأذن 6:30، انا 5:06 إلا ربع او 6:15 تقريبا انا كنت مخلصة الاكل كله يعني. هعفر كده السمك كله وهركنه على جنب. بصوا بقى عشان السمك يطلع مقرمش وحلو هنعفره ونسيبه على جنب شوية يشرب من الدقيق اللي انا حطاه، وبعد كده هقليه. مش هقليه على طول لان انا لما بقليه على طول الدقيق اللي انا حطيته بيقع في الزيت، فلا احنا هنسيبه شوية ينشف الدقيق عليه شوية وبعد كده هنقليه. هنا ده السبيت بقى اللي انا كنت متبلاه وسبته على جنب قبل ما اعمل الرز. بصوا بقى هبدأ ان انا اعفره كده واحطه في طبق، طبعا كنت مسخنة طاسة الزيت على النار. قلت بقى ايه الزيت يسخن كده عقبال ما اعفر السبيت كمان، عشان انا هقلي السبيت الاول قبل السمك، علشان السمك ما يغيرش لون الزيت وكده ويخلي السبيت ما يطلعش لونه دهبي، يطلع محروق كده ولونه مغمق. فانا بقلي السبيت الاول وبعد كده بقلي السمك مكانه. تمام. انا كده ايه خلاص دي كانت اخر كام حتة معايا في السبيت هعفرهم وهروح بقى اقليه وهوريكم بقى انا بقليه ازاي. بجد بجد لونه بيطلع تحفة. تمام. هلم بس كده الدنيا مكاني. هنا ده كان شكله بعد ما اتعفر. هقوم جايه بقى ايه حطاه كده واحدة واحدة كده بقى، لا عمره يفرقع مني ولا عمره يطرطش عليا زيت ولا يأذيني في اي حاجة ولا يوسخلي الدنيا حتى. ان انا كده بحطه واحدة واحدة وهو متقطع صوابع فعمره ما بيفرقع، مش زي ما بنحطه بحاله او بنقطعه قطع كبيرة. هحط طبعا كمية السبيت اللي معايا كلها في الزيت لان الطاسة واسعة فهتاخد كل الكمية اللي معايا. طبعا نص كيلو سبيت عملت منه طاجن كبير كده مليان،
وقليت منه طبق كبير من الصبيط، فده كده يعني النص كيلو بيعمل معايا عظمة. تمام. بصوا ده كان شكله بقى بعد ما اتقلى. طبعا ما بفضلش كل شوية اقلب فيه علشان ما يتهريش، والقشرة الطبقة اللي عليه القشرة الذهبي دي تقع منه في الزيت. بصوا انا في القلية ما وقعش مني ولا قشرة ولا طبقة من الذهبي دي وقعت مني في الزيت. هنا بقى حطيت السمك مكان الزيت مكان السبيت سوري. وهبدأ ان انا اقليه بقى عادي. وده كان شكل الاكل بعد ما خلص. بصوا بقى لون الرز عامل ازاي، لونه تحفة والبصلة مش باينة فيه، وزي ما قلتلكوا الخلطة اللي انا حطيتها خلت طعمه حلو جدا. وده السمك طبعا بعد ما اتقلى. بصوا شكله برضو كان من جوه طري ومن بره مقرمش كده وحلو. وعملت طبق سلطة كان حلو جدا برضو. وطاجن السبيت اهوت. يا رب تكون طريقتي النهاردة عجبتكم، ولو أول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. سبتكم في رعاية الله وحفظه.